معاكم في محافظة شمال سيناء، واختتمت فعاليات الملتقى الثقافي رقم 11 لشباب المحافظات الحدودية أهل مصر في قصر ثقافة العريش، وبحضور الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث. خلونا ناخد تفاصيل أكثر مع الأستاذ أشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء. مرحب بيك يا أستاذ أشرف، أهلا وسهلا اهلا بيك. وسهلا الكل. مرحب بيك، استاذتنا اهلا وسهلا، الفاضله. ربنا يخليك، اشكر حضرتك. يا ريت حضرتك بقى تدينا تفاصيل عن ختام فعاليات الملتقى الثقافي رقم 11 لشباب المحافظات الحدودية، واحنا عارفين ان هناك انشطة كثيرة متعددة في محافظة شمال سيناء، وكان الاحتفال بالعيد القومي طبعا عيد تحرير سيناء والعيد القومي لمحافظة شمال سيناء، فادينا تفاصيل عن كل ذلك وكل هذه الفعاليات. تمام يا فندم. اولا شرف لي ان انا اكون ملتقي مع حضرتك النهارده ومع الساده المشاهدين بالقناه الرابعه. النهارده لما نتكلم في بدايه كلامي بنقول الحمد لله على نعمه الامن والامان اللي ربنا يعني انعم بيها علينا بمحافظه شمال سيناء. الكلام ده يرجع الفضل ليه للقياده السياسيه بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا النهارده ومؤسستنا العسكريه العظيمه وشرطتنا العظيمه، الامن والامان اللي احنا فيه دي سعادتك احنا النهارده كان ليه الاثر الايجابي الكبير جدا في نشر الوعي الثقافي والفني على ارض الواقع بمحافظه شمال سيناء. النهارده لما بعد دحر الارهاب وهزيمته بمحافظه شمال سيناء النهارده الحمد لله عايز اقول ان الثقافه وهي القوى الناعمه للتاثير الفكري والثقافي لاكتشاف المواهب الثقافيه والفنيه لدى اولادنا بشمال سيناء هي الروح الاساسيه وهي الحرب الاساسيه اليوم، ولان الحرب بقت اصبحت تناول الفكر بالفكر وليس كالماضي البارود بالبارود. فاليوم الثقافه يوم الثقافه، الثقافه هي المحور الاساسي في التنميه والتعمير والبناء بمحافظه شمال سيناء. واذا كان لابد من البناء والتعمير والبناء فلابد ايضا سيادتك ان يكون للثقافه جانبا اهم واهم واهم، وهو تنوير العقول واكتشاف المواهب في شتى مجالات العمل الثقافي والفني. انا اقول الشاهد ان انا اقول ان انا اليوم بعد غياب سنوات طويله وغابت فيها الثقافه عن شمال اليوم نفتح قلوبنا واذهاننا واذاننا لاهالينا بمحافظه شمال سيناء، فاهلا بهم جميعا، اهلا بهم، اهلا بشبابنا، اهلا باولادنا، اهلا باولادنا في قصور الثقافه. يعني واضح جدا يا استاذ اشرف، استاذ اشرف اسمعني. انا لا اريد ان اذهب بعيدا عن سؤال حضرتك يعني انا مقدره شعورك ومقدره ان انت يعني فرحان بكل هذه الفعاليات اللي موجوده على ارض سيناء الحبيبه. انا بستاذن حضرتك ان انا مش سامع الصوت لان انا في راكب بمواصله في ذهابي الى محافظه شمال سيناء. اتفضل يا فندم. فللاسف لا اسمع صوت حضرتك. لا اتفضل. فانا لكني اتحدث بما سمعته منك في بدايه المحادثه. الملتقى 11 لشباب الحدود لسبعه محافظات. هذه المحافظات التي تشرفنا بوجودها بشبابنا على ارض محافظه شمال سيناء. الغرض الاساسي لاولادنا ان ياتوا الى بلادنا الجميله، الى ارض شمال سيناء، الارض الحره، ارض البطولات، ارض التضحيات، ارض العظمه والتضحيات لاولادنا وشرطتنا العسكريه العظيمه ومؤسستنا العسكريه العظيمه واهالينا بشمال سيناء. هم دفعوا دماء هذا الامن والامان اللي احنا فيه.
فهذه رسالة قوية جدا لأبنائنا من المحافظات الحدودية والمنطقة الشمال. هم عندما أتحدث بروح وبحديث أستاذنا الفاضل رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، عندما قال لهم أنا أريد منكم في بداية لقائي بكم أن تنزلوا وتسلموا على أهلنا في شمال سيناء فرد فرد، في المحلات، في الشوارع، لأن هؤلاء الناس، هؤلاء أصحاب الأرض الأصلية، أصحاب هذه الأرض الجميلة، دفعوا الثمن غاليا. طبعا احنا مقدرين يعني حديث الاستاذ اشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافه شمال سيناء، وحديثه هو طبعا منفعل وشعوره شعور جميل جدا ان عوده مره اخرى الانشطه الثقافيه على ارض محافظه شمال سيناء بكل الملتقيات بكل العروض الفنيه. ده كان من خلاله رساله عظيمه وبمثابه رساله عظيمه هي استقرار الوطن وعوده السلام لارض سيناء الحبيبه وانصارا لدماء الشهداء على ارض الوطن. وفعلا ده كان من خلال هذا الملتقى اللي جمع عدد من الشباب او الملتقى رقم 11 لشباب المحافظات الحدوديه وجودهم على ارض شمال سيناء. ده في حد ذاته شيء عظيم جدا، فانفعاله وحبه للارض وللوطن اكيد احنا بنقدره وبنثمنه. شكرا استاذ اشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافه شمال سيناء. خلينا